السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كتير جدا ما طلعتلكوش لايف، بقالي كتير جدا ما اتكلمتش معاكم. الاجازة بقى والاولاد والدنيا، انتوا عارفين اكيد كأي امهات عندهم اولاد بيبقوا عارفين ازاي انه الصيف والمصيف والمشاغل تبقى كتير. انا بس حبيت اطلع اقول حاجة صغيرة جدا. عندي امهات كتير جدا بعتين لي بيسألوني اعمل ايه مع اولادي، ان هم مهما عملنا لهم اي حاجة برضو على طول بيقولوا ان هم زهقانين. مامي we're very bored، مامي انا زهقان، مامي انا مش مبسوط، خرجنا ورجعنا مش كناش مبسوطين. الام بتتجنن لما الابن او البنت بتيجي تقول لها انه انا زهقانه، وهي بتبقى مثلا عامله لها كل حاجه، او الاب بيبقى عامل كل حاجه والعيال برضو بتقولك انا زهقانه. رقم واحد، هو ايه العيب ان الطفل يجي يقول يا جماعه انا زهقان؟ عادي على فكره. انا بنتي لما تيجي تقول لي مامي I'm bored، بروح قايله لها ايه ده حلو قوي قوي ان انتي you're bored، فتتخض تبصلي كده اللي هو يعني ايه مامي عادي ان انا ام بورد. فاقول لها ايوه حلو ان انتي تكوني زهقانه، لان البني ادم لما هيزهق هيبدا يفكر، فنفكر نشغل مخنا في انه ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها ان انا اساعد بيها ان انا مبقاش متضايق. انا مثلا كنت دلوقتي متضايق عشان قاعد لوحدي فاضي، زهقت، موبايلي فصل شحن، اي حاجه عملتها ممكن ان احنا نقوم نوضب اوضتنا، ممكن نقوم نلون، ممكن نقوم ناخد شاور، ممكن نمسك كتاب، ممكن نقرا قرآن، ممكن نروح نشوف مامي بتعمل ايه ونقعد نسليها نساعدها في حاجه بتعملها، بابي بيعمل ايه في البيت، اخواتي بيعملوا ايه، ممكن اروح اغلس على حد. عادي جدا ان الطفل يجي يقول لاهله ان هو زهقان. لكن انا بتصدم لما بلاقي بقى الاهالي تقعد تقول لها ايه يعني ايه بورد، وانا عامله كل حاجه، وانا جايبه لك كل حاجه، وانا دافعه لك، واحنا مش عارفه ايه، بدل ما تقولي الحمد لله. طبعا، لان احنا عندنا للاسف الجيل اللي احنا فيه ده دلوقتي، معلش انا اسفه. السلام عليكم، جزاك الله خير. الجيل اللي احنا طالعين فيه ده دلوقتي ما بيقدرش اي حاجه خالص، واي حاجه احنا بنعملها للاسف معاهم برضو هم ما بيقدروهاش نهائي، لان عصر السرعه اللي هم عايشين فيه دلوقتي بقى صعب جدا. جزاك الله خير. بقى صعب جدا، وكل حاجه عايزينها بسرعه. فلما انا ابقى ببقى عندي كل حاجه بزهق بسرعه، يبقى انا لازم اشتغل مع اطفالي ساعتها على حاجتين. رقم واحد، ان احنا الرضا والحمد على النعم اللي موجودة عندنا، ودي حاجة أنا كنت دايما بقولها في قصص الأنبياء، ودايما بطلع أقولها في أي درس اديته، وفي أي سيشن اديتها تربوية، إنه يا جماعة لازم نعلم الأطفال كلمة الرضا وعدم الغيرة من الآخرين. مفضلش على طول ببص اللي معايا جابت ايه وانا ما جبتش ايه، مامي جاب لها ايه وهي ما جابت لهاش ايه، دي معاها تليفون ايه وانا ما عنديش تليفون ايه. كفايه كفايه، لان ده خلى الاولاد مهما الاب والام اشتغلوا، ده لو بيدخلوا 1,000,000 جنيه في الشهر برضو مش هيكفوا الاولاد بتطلباتهم الكتير. فنصيحتي ليكوا، او انا طالعه لايف عشان بس اقول كلمتين في الاخر. عادي انه اي طفل يجي يقولك، او اي بني ادم، او اي مراهق، اللي هو احنا مسميه في الدين عندنا سن البلوغ مش المراهق، لان المراهقه دي يعني كلمه اكبر شويه في ان احنا بنعلق لهم شماعات كتير، لكن احنا عندنا في الدين بنقول سن البلوغ. انا مش شايفه خالص انه عيب انه كان سن البلوغ او اطفال صغيره تيجي تقولك ان انا زهقان او I'm bored. عادي جدا، كلمه زهقان او bored it's okay، حلوه قوي ان احنا نقولها، لان ده هيخلينا نبدا نشغل مخنا، نشغله ونعرف نقدر نعمل ايه جديد. لان انا ممكن ان انا اطلع اعمل حاجه جديده، ارسم، الون، اكتشف نفسي في حاجه انا ما كنتش عارفها، اوضب اوضتي، اتفرج على تلفزيون، اغير، اقرا قران، اغني، ارقص، اعمل اي حاجه وانا قاعد في البيت. التغيير والنمط ده، ان انا بشغل دماغي ان انا وصلت لمرحله ان انا زهقان،
دي مش وحشه على فكره يا جماعه، ده شيء طبيعي، ده state of mind موجود، ربنا خلقه عندنا، بني ادم طبيعي جدا. نمرة واحد، ما تتنمروش على اولادكم او تزعقوا لهم او تخشوا فيهم شمال لما يجي يقولك ان انا زهقان او ام بورد. ادي رقم واحد. رقم اتنين، اشتغلوا كتير جدا على اولادكم بان انتوا بدل ما تقولوا لهم شفتوا مين سافر، شفتوا مين جاب ايه، انا نفسي اجيب كذا، انا نفسي اعمل كذا، ده بيولد عند الاطفال عدم الرضا وانهم على طول يبقوا زهقانين من عيشتهم. بل بالعكس تقولوا لهم العكس تماما، نقول الحمد لله رب العالمين والله ان الواحد بيصحى عنده بيت وعنده اكل وعنده عيله، والحمد لله رب العالمين والله ان انتوا بتصحوا تلاقوني وانا احضنكم، دي نعمه كبيره جدا. تعالوا كده نعد النعم اللي موجوده عندنا. let's count our blessings. let's see ايه الحاجات اللي احنا we're missing and we don't talk about. نتكلم مع ولادنا في الحاجات دي. عندي مشكله كبيره جدا مع الاهالي بعاني انا فيها شخصيا لما بيبعتوا لي برايفت، انتوا ما بتتكلموش مع اولادكم خالص يا جماعه ومتوقعين ان الولاد هتفهم الحياه لوحدها او هتتعلم لوحدها. لا، ما هو احنا عايزين نفهم بس بحاجه مهمه قوي، في دور كبير جدا للام وفي دور كبير جدا جدا للاب، ولو الاب او الام متوفيين ففي دور كبير جدا على الجده، على الجده، على الخاله اللي هي الوالده، على العمه، على العم، على الخال. كل ده لازم نشتغل على الولاد، لا اما هنطلع جيل ما يعلم بيه الا ربنا، ما بيتعلمش غير من السوشيال ميديا ومن الحاجات الافكار الغريبه اللي ممكن تكون بتجيلهم من مدخلات جايه عليهم، الكلام ده كله. فبس انا دي كانت نصيحتي، وحبيت ان انا اطلع اصبح عليكم واقول لكم بليز ما تتضايقوش من ولادكم لما حد يقول لكم انا زهقان I am bored it's okay. عادي جدا، كانه بيقولك انا جعان، كانه بيقولك انا عطشان. دوري له على حلول بدل ما نخش فيهم شمال ونبين لهم ان الحياه وانتوا ازاي مش مقدرين وانتوا عمركم ما تعملوا كده، لان الطفل مش فاهم انت بتتكلمي في ايه. هو فاكر ان انا مولود انت بتاكليني بتشربيني فانت المفروض كمان تسليني. انا مش المفروض ان انا اسليك، في مرحله انت اللي تبدا تشغل مخك ازاي تسلي نفسك. وجزاكم الله خير وصباحكم فل وبركه يا رب ان شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.